هو الورق ده مخرم، ما كده هتتوسخ برضه. ما البت المتخلفه صاحبتي في الشغل الامريكيه هي اللي جابت لي البتاع ده وقالت لي يا عم ميسو انا شفت لك فيديو كده فصعبت عليا فجبت لك البتاع ده عشان تحطه في الاير فراير عشان يعني ايه يبقى نضيف وما تغسلهوش. قلت لها متشكر يا حبيبتي، متشكر جدا. المهم امبارح وانا بعمل الفيديو طبعا انا شغال بالتليفون، فالمهم لما قلت الكلمه دي ان انا خلاص مش هغسل تاني الاير فراير. المهم بعد ما قلت الكلمه دي بفتح البتاع لقيت الورق مخر. فطبعا انا مش بعرف اعمل مونتاج، انا شغال بالتليفون. فرحت قال في سر كده الله يكسفك يا شيخه فضحتينا. فطبعا بعد ايه الفيديو اضطريت ان انا ايه ان انا اتصل بيها قلت لها يا بنتي خليتيني فضحتيني. فبتقول لي لا ما عادي ما هو كده يعني ايه كده يعني ايه هتنضفه يعني نص تنظيف بدل ما تنظيف كامل كده يعني انت ايه هتقلل التنظيف يعني. قلت لها طب كنت قولي كده قولي كده من الاول يعني فضحتينا يعني. فحقكم عليا. فحطيت طبعا الاير فراير هنا وحطيت ميه بصابون وكده من امبارح والله وهغسله دلوقتي تعالى اوريكم. بسم الله ايد يا عم ميسو اهو يا جماعه اهو. طبعا شغال بالبتاع دي وهنطلع دي كده اهي. ايد يا عم ميسو ماشي اهو من جوه ونضف من هنا. بس هو فعلا شكله يعني ايه احسن من الاول في التنظيف يعني سهل بقى سهل شويه يعني شايفين بقى سهل فعلا في التنظيف فيعني ايه بس كده يدي يا عم ميس. السلام عليك يا عم ميس. بس كده نهاركم سعيد. وبا ادي يا عم سلام عليكم.